السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ في ناس بعتوا لنا على الصفحه بيسالونا برضو ان هم لسه ما فهموش يعني ايه متغير، يعني ايه الفاريبل. تمام. فانا قلت اطلع بس احاول اوضح ايه هو الفاريبل، يعني اشرح بالظبط ايه هو الفاريبل بعيد بس عن البرمجه. تمام. المتغير او الفاريبل ده زي ما قلنا قبل كده ان هو مكان، انا بعرف مكان علشان احفظ فيه بيانات معينه. البيانات دي هتتغير داخل البرنامج. مثلا انا عايز اعرف السكور او النقاط بتاع اللي هيلعب لعبه معينه، علشان كل ما يخش الليفل او مرحله هزود له السكور ده او هزود له النقاط دي. فطبعا النقاط ديت لو انا عرفتها وليكن سكور وقلنا له مثلا 10، خلال اللعبه، خلال ما هو بيلعب النقاط او السكور بتاعته دي هتتغير. يعني مره هتزيد لما يخش مرحله كبيره، هتفضل تزيد، ومره تنقص. تمام. فالقيمه ما بقتش ثابته. قيمه اللي هو السكور ده او قيمه المتغير ده ما بتبقاش ثابته. كويس. فده معنى المتغير. المتغير بكل بساطه انا بعرف مكان او بعرف متغير او بعرف وليكن اكس او واي مكان. تمام. علشان هحط فيه القيم دي هتتغير في البرنامج. طيب انا مثلا عرفت متغير وليكن اكس، وقلت الاكس ده وليكن 5. تمام. فايه اللي بيحصل؟ بيروح الكومبايلر او بايثون نفسه يروح الميموري، وليكن الميموري دي اهي، دي الميموري مثلا. كويس. دي الميموري بتاع الجهاز. تمام. دي الميموري اهي، شكلها كده. يقوم كاتب هنا 5 القيمة. كويس. ومسمي ده ايه؟ عارفين الاكس ده يسمي دي الاكس، هيسمي ده الاكس بتاعنا. يبقى الخمسة ده اهي دخلت جوه هنا القيمة. تمام. والاكس اصبح هو الاسم بتاع وصلت كده. انا عرفت متغير اكس قلت يساوي 5. فهو البايثون نفسه او الكومبايلر او اي، يعني المتغيرات ديت فكرة عامة موجودة في كل اللغات، كل لغات البرمجة. فبيروح يحجز مكان داخل الذاكرة في الكمبيوتر ويخزن فيه القيمة. تمام. ويسميه الاسم اللي انت قلته له، اكس هيسميه اكس، واي هيسميه واي. تمام. انا في خلال بقى الايه، البرنامج، فرضنا ان ده البرنامج اهو. فرضنا ان انا كتبت سطور برمجيه هنا مثلا، دي كلها سطور واوامر وحاجات كتير جدا. تمام. وبعدين انا قلت له هنا مثلا اطبع لي الاكس. الاكس هتبقى ايه؟ هتبقى 5، ما زالت الاكس 5. تمام. او اشتغلت بالاكس، الاكس بتساوي 5. طب انا جيت في هنا كده وقلت له الاكس ادي لها قيمه جديده وليكن مثلا 10. تمام. واشتغلت هنا كده بقى الكلام ده. كويس. وقلت له هنا مثلا وليكن واي يساوي اكس بلس 3 مثلا. مثلا ايه اللي هيحصل؟ هل هل اكس اللي هنا دي هتبقى ال10 ولا ال5؟ هتبقى ايه؟ حد يجاوب. هتبقى ال10. تبقى اخر قيمه خدها الاكس هو اللي بيشتغل بيها بيكمل. يعني هو كده الايه، الكومبايلر او مترجم اللغه بيمشي كده، بيمشي سطر باي سطر من سطر. يجي هنا يقول لك اكس يساوي 5، يقوم حاطط هنا 5 يكمل. هل الاكس اتغيرت هنا؟ لا ما اتغيرتش. يجي هنا الاكس اتغيرت، هيقوم رايح هنا كده، رايح هنا كده في الميموري، شايل الخمسه دي. كويس. وكاتب هنا القيمه الجديده اللي هي 10، مش كده؟ قلنا ايه؟ اكس هيساوي 10. بقت الاكس الجديده 10. ويشتغل 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 ويشتغل. تمام. ويكمل. تمام. يجي عند الواي ده اهي، يقوم قايل له الاكس بيساوي الواي بيساوي اكس بلس 3. يقوم معوض هنا كده بقيمه الاكس، اخر اكس اللي هي ايه؟ 10. يبقى الواي الجديده او الواي دي بقت 10 بلس 3. تمام. يقوم رايح الكومبايلر او البايثون نفسه او اي لغه تانية، عامل مكان جديد كاتب فيه 13 ومسميه ايه؟ مسميه واي. بقى عنده متغيرين، واحد اسمه اكس في 10، وواحد اسمه واي في 13. كويس. ويكمل. كل ما يقابل قيمة جديدة لاكس هيشيلها من هنا، هيشيلها من هنا كده، هيشيلها من هنا كده، من جوه هنا ويحطها. كل ما يقابل قيمة جديدة لاكس، اكس الجديدة
هيشيل القديمة ويحطها، وكل ما يقابل قيمة الواي هيشيلها ويحطها، يحطها مكانها هنا الواي. وهكذا لو انا عندي متغير ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع، كويس، وهكذا. وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ تمام. هو ده فكرة المتغيرات. المتغيرات أنا بعرفها علشان هشتغل بيها في البرنامج، وهغيرها بقى وهعملها زي مثلا فكرة السكور، فكرة النقاط في اللعبة، فكرة المكسب. أنا عايز أحسب مكسب مثلا عميل معين، أو عندي في البرنامج عايز أحسب له المكسب، فبقعد بقى أحسب حساباتي وأغيرها وأعملها كده، وفي الآخر أطلع له المكسب، وهكذا. دي فكرة المتغيرات. وطبعا قلنا المتغيرات دي ممكن تكون رقمية أو ممكن تكون نصية. يعني لو نص هيبقى نفس الكلام، هيتعامل مع نفس الكلام. أرجو يا رب إنها تكون وصلت فكرة المتغير. لو في برضو حاجة ولا في مشكلة ابعتولي.